السلام عليكم يا أحباب، أسعد الله أوقاتكم كل خير. عشاق اللحم يسجل الحضور. اليوم عندنا طبخة لحم فريدة من نوعها، طبخ رجل الخروف بطريقة مميزة وتوابل جميلة. المهم الطعم بيكون خرافي. نحتاج إلى قليل من التوابل، ونحتاج إلى 3 حبة طماطم، 3 حبة بصل، ما يقارب 10 فص ثوم، حبة ليمون، فلفل، وحبة فلفل رومي. هذه الأشياء التي نحتاجها لله. طبعا الآن نضيف التوابل. التوابل هي عبارة عن ملعقة ملح، نصف ملعقة معزز نكهات، ملعقة ملح، نصف ملعقة معزز نكهات، رشة هيل، نصف ملعقة فلفل أسود، وربع ملعقة أو أقل كمون. لا نزيد بالكمون باللحم من الكمون مشان ما يخرب طعم اللحم. بالإضافة إلى مشكل البهارات السبعة الذي ضفتها معكم بالقناة السابقة. هذه بهارات يا جماعة تعطي طعم للحم جميل، للإدامات جميلة، استخدمنا كل شيء. أيضا نحتاج إلى ملعقة كركم. الأصناف راح أضيفها معكم في صندوق الوصف. وقليل من الزيت الزيتون. نضيف قليل من الماء، رشة خفيفة بس. بعد أن جهزنا طبق الخضار بهذا الشكل، وعندنا معنا الثوم. أحلى صينية راح تشوفوها اليوم. طبعا اللحم عندي متبل. الآن نضيف مرق الزبدة. حاول أن ندعمها بتقدير. طبعا ورق الزبدة هذا عازل ما بين اللحم والتصدير من أجل ما يلصق معنا اللحم، وأيضا الأمر يعتبر صحيا. نحاول نحن وعلى الفرن لمدة 2.5 ساعة، بعدين نطلع. الريحة تهبل ما شاء الله تبارك الله. طبعا هو الآن يعتبر جاهز، بس نحكي نعمل له وش تحميرة. الله، يا عيني على الشرب النار، يا عيني. شوف جمال المنظر. شوف جمال المنظر، يا سلام. شوف اللحم ما شاء الله ذايب. الآن نعمل له تحميرة خفيفة بالفرن، تحميرة 5 دقائق. أعطيناها وش خفيف ما شاء الله. يا سلام على الشكل الجميل. شوف. طبعا اللحم ما شاء الله على ما يقولوا ذايب من الآخر. الله كذا شيء خيال. بالعافية.
الآن الرز البشاميل، شوف ما شاء الله، حبة نثري جميلة. طبعا الرز البشاميل طبخته معكم من قبل، كمية كيلو، وكل كوب كوب وربع. وهذه النهاية. شوفوا ما شاء الله، اللحم مجمر ولون شهي والطعم لذيذ جدا جدا وبالعافية. طبعا لا تنسونا شبابنا الاشتراك والتفاعل وشاركوا المقطع لكثير من أصحابكم من أصدقائكم، تشجيع لنا وبنفس الوقت يستفيدوا الكثير. وبالأخير استودعكم الله ولا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.